اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. تعالوا بقى نعمل كشري الحلة الواحدة بجد في 10 دقايق هيكون خلصان. وهنعمل بقى دقة المطاعم والصلصة بجد مش هيفرق عن بره حاجة، وطبعا احلى وانضف من بره. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا الطريقة والمقادير. كده بقى اول حاجة بدأت بيها هو العدس البني بتاعي، هضيف عليه مية سخنة واسيبه كده حوالي ساعة. تمام، يعني لحد ما يتنقع كويس جدا. على ما العدس بتاعي بقى يتنقع كويس جدا كده نبدأ بالبصل، لان طبعا انا هستخدم زيت البصل في الكشري، يعني في الصلصة وفي الرز وفي كل حاجة. تمام، فاول حاجة نبدأ بيها هو البصل. تمام، انا قطعته كده، انتي بتقطعي التقطيعة اللي انت عايزاها، لان انا عايزاه يعني ايه الحجم بتاعه يبقى كبير شوية. تمام، انتي ممكن تصغري حجمه براحتك زي ما تحبي بقى، يعني كبير صغير زي ما تحبي. تمام، انت بتقطعي البصله الحجم اللي انت عايزاه، لو انت عايزاه صغير عن كده انت اللي بتتحكمي. تمام، زي ما تحبي بقى. انا كده خلاص خلصت الكميه بتاعتي كلها. هفككه بس من بعضه كويس جدا. هضيف له بقى معلقتين من الدقيق، لو مش متوفر عندك دقيق ممكن تستخدمي معلقتين نشا، مش مشكله يعني، اي حاجه لا دقيق لا نشا. تمام، بيديله قرمشه وحلو جدا يعني. هقلبهم مع بعض كويس جدا برضو. كده خلاص بقى هديله بس كام نقطة بسيطة خالص من المية، عشان بتخلي طبقة الدقيق تتماسك معاكي على البصل، والزيت بيبقى معاكي للآخر خالص، بيبقى نضيف جدا ومش بيتحرق معاكي ولا أي حاجة خالص. هنا بقى حطيت الزيت بتاعي سخن كويس جدا، وبعدين هنزل بالبصل، بس ما تضيفيش كمية كبيرة عشان الزيت ممكن يفور منك. تمام، يعني شوية بشوية كده، وعشان تتحكمي في اللون بتاعه برضو. هو كده بقى خد اللون الذهبي الفاتح، انا مش عايزاه يغمق عن كده عشان ما يمررش معاكي. هنا بقى هستخدم زيت البصل، حطيت حوالي نص كوبايه من الزيت. حاولي تكتري شويه، لان احنا هنعمل كله في حله واحده، والرز والمكرونه وكده فما يبقوش معجنين معاكي. تمام، كده خلاص الشعريه بتاعتي احمرت، خدت لون ذهبي فاتح كده حلو. نزلت بكوبايه من الرز، هقلبه بقى كويس جدا يعني يتشوح مع بعض كويس كده. انا عموما بحب اشوح الرز عشان يطلع معايا مفلفل وحلو. تمام، وهنا بقى هضيف العدس بتاعي. غسلته وصفيته كويس جدا، وطبعا احنا كنا سايبينه منقوع ساعة. هديله برضو تقليبة معاهم، وبعدين ننزل بالمكرونة. هنزل بكوباية من المكرونة برضو، اللي هي حجمها صغير بيبقى افضل من الكبيرة. تمام، هديلهم برضو تشويحة حلوة، وبعدين ننزل بالمية. بس اهم حاجة المية بتاعتك تكون سخنة جدا مغلية يعني. طبعا انا ضفت الملح، بس بصراحة يعني اللقطة دي ما اتصورتش. تمام، هضيف برضو معلقة من الثوم المهروس. بجد بتديلها تيست عالي جدا، تخلي الرز وكده بيبقى طعم وحلو. عايزة تستغني عنها مش مشكلة خالص. تمام، هضيف بقى المكرونة الاسباجيتي دي اخر حاجة خالص زي ما انتوا شايفين كده، ونغطي الحلة بتاعتنا بقى. واول ما تاخد غلوة كده بتهدي عليها النار خالص، وبتسيبيه يستوي مع نفسه، متفتحيش عليه تاني. تعالوا بقى نعمل الصلصة بتاعت الكشري، بجد مش هتفرق عن بره حاجة خالص. اول حاجة هضيفها هو الزيت، طبعا الزيت برضو بتاع البصل اللي احنا مستخدمينه. تمام، عشان هو اللي بيخلي الاكل طعم بصراحة. هضيف بقى معلقة من الثوم كبيرة جدا. انا هستنى يعني كويس جدا، هقلبه بقى كويس لحد ما ياخد لون ذهبي كده، بس ما تخلوش يغمق معاكي عشان هيمرر. بعد ما الثوم بقى خد معايا لون ذهبي فاتح ما سبتوش يغمق، هضيف عليه بقى ربع كوبايه من الخل.
وبعدين بقى هننزل بعصير الطماطم، وهننزل بقى بالتوابل الجميله بتاعتنا. عايزه اقول لك بجد التوابل دي بجد هتخليكي اكنك قاعده بتاكلي في مطعم. الصلصه بتاعت الكشري دي اكنك يعني جايباها من المطعم، واحسن بجد والله بجد، طعم وريحه جنين. التوابل بتاعتي بقى عباره عن ايه: ورق لوري، كبابه صيني، زعتر، حبهان، فلفل اسمر، كمون. بتطحنيهم كويس جدا وبتاخدي معلقه وقرنفل. تمام. بجد هيخلي معاكي الصلصه حلوه جدا. كده خلاص انا سبت الصلصه تتسبك. هعمل معاكم هنا الشطه. حطيت برضو زيت في الطاسه بتاعتي، وهنزل بمعلقتين كبار من الشطه. هديهم تقليبه واحده بس وهطفي النار على طول. ما بتسيبيهاش على النار عشان ما يعني تتعبكيش كده وتعمل لكم حموضه. تمام. انا بس يعني اول ما زيت سخن قفلت النار على طول. تمام. وبنكمل على البارد. كده خلاص انا قلبت الشطه مع الزيت كويس جدا. هنزل بقى بمعلقتين كبار من الصلصه على الشطه. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وبكده ما شاء الله الشطه بقت جاهزه معايا زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك. وهنا ما شاء الله الكشري بتاعنا استوى، وعايزه اقول لك والله العظيم مفلفل جدا، مش معجن ولا اي حاجه خالص. شايفين ما شاء الله. تعالوا بقى نعمل الدقه كده على البارد. حطيت معلقه توم كبيره، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره والملح، وحطيت حوالي بس ربع كوبايه صغيره خالص من الخل. هقلبهم مع بعض كويس جدا وبعدين نكمل بالميه. وبكده الدقه بتاعتنا بقت جاهزه. وهنا ما شاء الله شايفين ما شاء الله الكشري بتاعنا عامل ازاي. عايزه اقولك بجد والله العظيم طلع حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون كده خفيف على قلوبكم. يلا اقول لكم دمتم سالمين واسيبكم في رعاية الله.